تعال اسمع مني اصل الحكاية الغريبة دي اللي عمرك ما هتتوقع ايه علاقة الكلمة دي بالازهر الشريف. الكلمة دي للأسف احنا بنسمعها كتير، كنا في الافلام الشعبي اللي هي كلمة يا خراشي. كلمة يا خراشي وبتتقال يعني بنية الردح أو على ذكر مثلا حد متفاجئ بحاجة، حد يقول يا خرش عليك يا حبيبي كأنك أنت مصدوم. لكن أصل الكلمة ليها دلالات وليها عمق وليها قوة، لأن هي راجعة للعلامة والقدير وصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الخراشي المالكي. وهذا الشيخ القدير كان معروف عنه ان هو الجلد والصبر ونصرة المظلوم. بالمناسبة هو أول إمام وشيخ للجامع الأزهر الشريف، وده راجع كلمة يا خراشي لأنه هو من قرية أبو خراش التابعة للبحيرة. كانت الناس بيبقى لها حاجة وعايزة حد تستغيث بيه وينصرها، وكانوا يروحوا عند بيت الشيخ الخراشي وكانوا يندعوا عليه ويقولوا له يا خراشي، لحد ما بقت الكلمة هي علامة على قوة الأزهر الشريف وشيخه. ده أصل الكلمة، مش اللي بتسمعه في الأفلام والناس بقى تطبطب كده وتقول يا خراشي يا خراشي عليك والاستهانة. لا، أصلها راجع لقطب والعالم والجليل الشيخ محمد بن عبد الله الخراشي، وهو مربي المريدين وكهف السالكين. ده اللي أنا عايز أقوله، إن كلمة يا خراشي مش كلمة وخلاص بنقولها، ده راجعة لصاحب الفضيلة. اشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو جديد في حكاوي مصر. مش انا برضو بقول لك ان كل ما هو حصري هتلاقيه عندنا في حكاوي مصر.